وكذلك نتحمل مسؤولية جميع ما يريد في كلمتنا هذه. نقول كذلك انطلاقا من الشعار الذي رفعناه، فنحن مكتوب على صدرنا لا للبيت، بمعنى آخر جميع المحاولات ولا اللي كراهن على طرق أخرى خارج كلية مطالب الشكيلة الصحية من أجل توقيف المعركة فهو واهي. فنحن نخوض معركة مصيرية ضد هذا المسؤول الذي يعبث ليس بالمؤسسة في التدبير الإداري، يعبث بحقوق ومكتسبات العاملين بها، ويعبث كذلك بحق المواطنين في الخدمات العلاجية. ومن باب النكتة، بعد الوقفة الأولى وأحد مقربيه الذي يخبره بمضامين الوقفة قال له أنني تنصت على هذا المقعد بمباراة تكراسيت فيها أنا الأول، ولكن الحاجة اللي ما قالهالوش هو غير وحده دوز، ما دوز مع حتى واحد. وعلاش داواه؟ إذا ما كانش والإدارة ما عندهاش ديك تاع الأول ما قالوش راني ندوز بوحدي. آخر اللي كيسمع الأول قال هادو شي 15 هو تكراسا فيها لأنه بارع في قوانين تدبيرية للإدارة العمومية. يا مدير يا جمال هذا سبيطار ماشي دكان. يا مدير يا جمال يا مدير يا جمال سبيطار ماشي دكان. يا مدير يا جمال. هذه من باب النكتة فقط. بالنسبة لمعركتنا هي بشعارات واضحة، انتظرنا كثيرا وتحاورنا أكثر، وأصبح ثابتا بأن مدير أصبح هو بذاته مشكلة، ماشي كيدير المشاكل، وجوده هو بذاته مشكل، بمعنى حل المشكل خصو يتحيدو هو، كاينش 10. علاش؟ لأن كنعرفو دائما علاش كيقول لك الضربة تاعك عليك كتحسب خوان. بالنسبة ليه باعتباره هو ماشي كوف في التدبير الإداري، ولكن أنا ما نقدش نقول واش ماشي كوف في الطب، لأن عنده ديبلوم، ولكن السؤال اللي كيطرح هل لطبيب يجيد عمله أم يختبئ وراء كرسي الإدارة؟ لأن طبيب يجيد عمله على الأقل الشرط الأساسي والأول يكون هو الدافع أو الحافز الإنساني. ملي كيسكتوا هو المرضى يقول لهم سكتوهم السياشي، لأن ما كاينش رينيماتور، بمعنى هو ماشي رينيماتور. والخلاصة اللي كتعطينا في التحليل العلمي إذا هو ماشي رينيماتور، دونك نتساءل على معرفته وواجباته على مستوى مهنة. لأن أنا شخصيا ما عمرني سمعت على شي واحد حتى ملي كان في عيون، ما عمرني سمعت لأن هذا الطبيب دار لنا شي تدخل خطير ولقيت شي مواطن. إذا هذا اللي فاشل على مستوى تدبيره يعني مهنته الطب وفاشل إداريا اسمو جاي يتربع على المستشفى، ومن نهار جا وحنا زايدين في الإفلاس. يعني كاين إفلاس على مستوى التدبير، هذا الإفلاس على مستوى العلاجات شكون اللي كيخلصها؟ كيخلصوها الموظفين العاملين بالاقسام تاع المستشفى، لان ملي كيهرسوا عليهم بزاف المستعجلات كيكون هو ناعس في دارو. وشنو كيقول لهم؟ سير الكوميساريه دير محضر باش هذاك يبقى طالع هابط مع الكوميساريه. منين كيجي المواطن شي قسم وما يلقاش شي دواء، شكون اللي على من كيصب غضبه؟ على دوك الموظفين اللي في علاقه مباشره معاه. اذا هذا الافلاس الاداري ديالو حنا كنخلصوه، وهو مرتاح في الاداره. اكثر من هذا، واش عمركم سمعتوا بان الكليماتيزور تاع مدير خسر؟ عمرنا سمعنا. الان وانا
يمشيو دابا لا فارماسي لي كليماتيزور كلشي خاسرين، لي سيبو بداو يدوبو. واش غتردهم نهار تجيب الثلاجه وديرهم تما وتولي ترجعهم للمريض؟ علاش كنقولوا التدبير؟ اذا خصو يفكر في احد حاجه هي العلاجات، هي النتيجه. ما يمكنش دير النتيجه والدواء مخلي بحراره وجده اللي دابا اصبحت تتجاوز 30 درجه. لو كان طبيب اما يتعامل مع الحدث بشكل مستعجل لان الدواء غادي يخسر، وهذا هذا ديال ولا كان على الاقل يقول لهم جيبوا ذاك الدواء اللي خسر في لاشالور نديرو في البيرو ديالي، انا ما عندي ما ندير بهذا البيرو دابا، ويخرج حتى هو يدور شويه في السيرفيس، يعرف السيرفيس ويعرف الموظفين. راك الموظفين كيدخلوا عندك كيقولوا واش تخدم معنا، راك كوارث هذه. اذا هذا المدير نهار الطينه راه خارج على الشعب، على الموظفين وعلى المواطنين. وانا اسال من يحميه؟ من يحميه؟ واش ما كاينش اداره قادره تساعدو؟ رؤساء واش ما قادرينش يساعدوا؟ الوزاره واش ما قادرش تساعدوا؟ الوزاره قالت لك باغيه دير شي مشروع تاع اعاده هيكله المنظومه الصحيه، هذا ما هيكلش حتى الاداره وغادي يهيكل المنظومه الصحيه. راه كوارث هذه. واش من الإدارة هذه الشهاب العياني؟ واش من الإدارة هذه الشهاب العياني؟ إذا كنقولوا هذا فساد بل إفلاس على مستوى تدبير المؤسسة. نقطة أخرى هو تدبير الموارد البشرية. وبالنسبة بنية وتقال واش كنعني ولا ما كنعنيوش شي واحد. حين نتحدث عن الزبونية قد تكون فيها فلوس، قد تكون فيها علاقات، قد تكون فيها باك صاحبي، قد تصحاب التليفونات. حنا كنقولوا خص معايير اللي تخضع للقانون. هو اسمه الناس اللي ما كيبلغوش الخبرات خصو يجري عليهم، وخصو يجيب ناس اللي يستغلهم ويوظفهم. ولذلك ديك المره قلنا حذاري راح المدير ما كيدومش. نهار يرحل المدير اللي مغطي به غادي يلقى راسو عريان، واللي مغطي بالشكيله غادي يلقى راسو دايما مغطي ودايما دافي. إذا الإخوان والأخوات لا أطيل عليكم. نقطة أخرى وكنزيدها نتاع شركات المناولة ويسجلوها، وأتحمل مسؤولية فيما أقول. وهنا أتحمل المسؤولية حتى عن باقي الإخوان اللي خدامين هذه الخلية تاع لجان السلطانية. أنا كنتحمل المسؤولية. أتحدى تجي لجنة التحقيق وتجيب التقارير اللي عطيتهم، ويلصقوا ديك التقارير اللي موقعها انها خاطئه مستعد للمحاسبه في اقصى درجتها. علاش التقارير ما كيتمش الاخذ بها؟ علاش التقارير كتعطى الشركات بعينها ويتم ارسال تهديدات مختلطه؟ كنقول له ما كنخافوش، راه جربونا قبل، وحين قلت لا نباع راه فعلا ممنوع من البيع. الإدارة الصحية لا تجهزنا ترقية. الشيء يذكر هاد الشركات اللي ما كيحترموش المناولة كيتخلصوا. ملي كتقول له خدمات لم ينجزوها وتخلصوا، هو جا لي زيد سوانيون خدمات انجزناها وقال لك ما يتخلصوش. حنا كنقولوا له الناس خدمت غتخلصها للسما ولا النار، لان هادوك كانوا يماتوا فايك في السيرفيس واللي كنت كتبع الناس. هادوك كنت تقول لهم ما تخرجوش كونجي لان ما عندنا لهم، وانت كنت تخرج كونجي. اذا ما يمكنناش نسمحوا لك بان جهد موظفين تستمروا نتايا وكيديو شركات المناولة. نقط اخرى اللي كيحاولوا يقولوا فيها رؤساء الاقسام والمصالح، توجيه ما عمركم تاخذوا قرار كيقول لكم شهيا وتمشيو تطبقوه، لان نهار توقع الثالثه غادي يقول لك ما قلتلكش، وعندنا الدليل على انه كينكر مجموعه تصريحات دارها.
اذا المدير اللي يبغي شي حاجه من رؤساء الاقسام والمصالح خصو يدير مذكره باش هذاك منين ياخذ القرار تكون عنده المذكره، ماشي نهار يجي يحاسبوه يقول له لا راه قال لي المدير يقول له انا ما قلتلكش، كاين شي حاجه اللي قلت لك. اذا العلاقه اللي تكون ما بين مسؤولي الاقسام والمصالح والاداره خصها تكون علاقه تاع كتابه، وهما كذلك اي حاجه يكتبوا لنا. دابا مثلا ما عرفتش الاخوان في الفارماسي واش كتبوا ولا ما كتبوش، ولكن الا ما كانوا يكتبوا غادي يقول لك انا كاع ما فرصتش، واخا هو انا متاكد انهم كانوا هذا. اذا اي حاجه خصها نديروها. وعلاش قلت هذه تاع الكليماتيزور؟ حنا ما بقيناش نهضروا على الموظفين شروط العمل، حنا كنتحاربوا هنا ب 35 ما حقناش نمشيو للشغل، كنمشيو حوايجنا. هو كيجي ساعتين كليماتيزي مع راسو في الشارع 60 قالنا غير نخدموا في الشارع ديالنا، هو جالس كليماتيزي. دابا كنهضروا على ادويه اللي كتحسن بالحراره، كاع غتمشي كيقول لك داك باس با 20 دوغري، داك باس با 18 دوغري، هو عنده تما 33 اللي كتزيد تما مع بنادم راه ما عرفتش فين غادي توصل. اذا حتى لا اطيل عليكم، كاع اللي بغى يدي الخبر الصحيح هو اننا ما غاديش نوقفوا، ما حسبناهمش احنا نكرر الاشكال النضاليه. الوقفه الاولى قلنا انذاريه، كنقولوا اي حاجه كنكتبوها حنا مسؤولين وكنعرفوا اش كيكتبوا مقصود. دابا قلنا وقفه احتجاجيه، والمعركه الاخرى ستكون اكثر تصعيدا. ثقتنا في نجاح معركتنا هو بقوه ودرجه ثقتنا في موظفين وموظفات لهم كرامتهم يدافعون عنها. ثقتنا في نجاح معركتنا كذلك هي ثقة المناضلين معنا، مناضلين صادقين مخلصين، حين يرفعون الشعار فإنهم ينفذونه. المرات الأخرى اللي يوصل الأخبار السلطة يوصلوا، اللي يوصلوا الرؤساء نتاعو المباشرين في القطاع يوصلها، ولكن معركتنا مستمرة، ما غتوقفنا لا حرارة الشمس، ما يوقفنا لا شتا لا برد. الحاجة الوحيدة هي تحصين وإعادة الموظفين كرامتهم. والآن إن صبت هنا معركتنا كل شيء مسؤولين حاليا، راه اللي شفنا غادي يمشوا، راه ما خاسرين والو، كنقولوها لهم. مهمتنا الأولى هي الدفاع عن الإنسان، هي مهمتنا الأولى في هذه البلاد، ماشي مهمتنا الأولى هي نحن عايشين، هي الدفاع عن الإنسان. ومهمتنا الثانية هي مهمتنا المهنية، واختارناها لأنها عندها علاقة بالإنسان. المدير لا يصبح خصو يرحل، ولو كان غير هو يشوف كاع هاد الناس واقفين وبشكل مستمر غدا يمشي يدير لا ديشارج، ولكن يكون متحكمين ما يديرش لا ديشارج لأنه ما يقدش يخدمكم ريانيماتور لهذا السبب. إذا مرة أخرى تحية نضالية، جمعة مباركة، تحية كاع الإخوان والأخوات سواء من داخل الدولة يعيدكم وتثبيت مدينة مهما كان الثمن، وتحية نضالية للجميع.